بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ أن بدأت هذه الحرب بتمرد ميليشيا الدعم السريع على الدولة لم تصدر اعترافات واضحة وصريحة بالهزيمة والإحباط والفشل لميليشيا الجنجويد زي ما حصل في خطاب الروبوت الميليشي حميتي أمس. حميتي بالأمس وقف وحمل سلاحه نشا مباشرة في عمق قواته وفي قلبها. حميتي في خطابه أثبت إنه هو الأب الشرعي لجوقة أبواق الدعم السريع، وكذبته من لدن الباشا تربيق وعمران الغمران والتليفة عبد المنعم الربيع والبغل بقال ومن شابه أباه فما ظلم. الخطاب الدقلاوي أمس كان عبارة عن سقوط في كل شيء، سقوط في الدين، سقوط في الأخلاق وفي الوطنية، سقوط في التاريخ، وسقوط في الرجالة وفي الميدان. لكني سأستعرض أهم السقطات اللي استخرجتها من خطاب هذا الساقط. بدأ الساقط الجهلول خطابه بشن هجوم على مصر وحمل ما تعرضوا له من هزيمة ساحقة وماحقة في جبل مويا. والتحية خاصة لأبطال معركة جبل مويا الأوفياء الأسود اللي استشهدوا غدرا وضربوا غدرا من دولة مصر بالطيران المصري. ولنفترض صحة ما ذهب إليه الغبي حميتي إنه مصر تعاونت مع السودان، نفترض ذلك. أنت يا غبي فاكر الجيش السوداني ده ميليشيا زي ميليشيتك، أم ظننت إنه السودان دولة العطاوة الكبرى حلمك اللي نفسوا ليك الجيش السوداني؟ ده جيش محترف من أعرق جيوش العالم وأقدمه، ودي دولة ذات سيادة لها الحق في إنها تتعاون عسكريا وغير عسكريا مع أي دولة أخرى. وما بين السودان ومصر من مشاركات ضارب في التاريخ اللي أنت كجاهل ما أظنك قريته ولا قريت إنه الجيش السوداني شارك نظيره المصري في حرب أكتوبر في مصر. كان الجيش السوداني حليف للجيش المصري في حرب أكتوبر 73 أو ما تسمى بحرب رمضان ضد إسرائيل، اللي شارك فيها السودان بقوات مشاة وقوات خاصة كتفا بكتف مع الجيش المصري وإخوانهم في الجيش المصري. فإن كان ما قلت فهذا شرف لنا ولمصر بكل تأكيد يا بليد. ولو فاكر إنك ممكن تستعين بمرتزقة أفريقيا كلها فتأتينا بعربان الشتات من النيجر ومن تشاد ومن أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي، ونحن كدولة ليس لنا حق التعاون العسكري مع أي دولة أخرى، فيا لك من بائس جهلول تعيس. وإن حدث واستعان الجيش السوداني بنظيره المصري فهو تعاون مشروع ومبرر، والسودان سبق في ذلك وقدم لمصر دون من أو أذى. لكن لعلمك ما تم ضربك به طيران سوداني خالص وبأيدي نسور الجو السودانيين الأبطال. فهل كان في داعي أنك تجيب الهوى لروحك بغبائك لتثير غضب مصر فترد عليك وزارة الخارجية وتصفك في بيان رسمي بقائد الميليشيا، بيان ستتداول كل وكالات الأنباء العالمية؟ هسه كان في داعي تجيب الهوى لروحك ونعتك كميليشي؟ وطبعا حجرك لمصر ما هو إلا محاولة لصرف النظر عن المجرم الحقيقي الواقف وراكو بيمول في المال والسلاح والمرتزقة، وهو دويلة المؤامرات العبرية المتوحدة. وأكيد هي صاحبة الشورى المهببة ليك إنك تحشر اسم مصر عشان تخفف عنها الضغط الإعلامي بعد كشفها والتشهير بها على مستوى عالمي. السقطة الثانية في خطاب الروبوت حميتي إقراره الصريح بالهزيمة في جبل مويا. وأجمل ما في الموضوع إنه بغبائه وجهله انتهى من كل جوقة حكامات الميديا بتاع إنه كلهم انتهى منهم أمس بضربة لازب واحدة. ففي الوقت اللي كلهم ولحد أمس القريب ده كانوا بينكروا سيطرة الجيش على جبل مويا، وإنه إعلام الجيش بيكذب، وممكن ترجعوا لصفحاتهم وحساباتهم وتصريحاتهم المبذولة في الأسافير لحد يوم أمس، ليأتي أجهلهم الذي علمهم الجهل ويؤكد في خطبته العسماء العرجاء الكسيحة مثل
تماما إنه تمت هزيمتهم في جبل موية، وإنه الجيش فعلا هو المسيطر بعد ما دحرهم منها رجالة وحمرة عين. وشفت لسانك وقع كيف، وفعلا المرء مخبوء تحت لسانه. السقطة الثالثة كذبتك البلقاء إنه لم تكن تسعى لإنقلاب بل منقلب عليك، وبديت تروي في تفاصيل فارغة وكلام خارم بارم تحاول من خلاله تدس السم في الدسم، إن كان من دسم في حديثه الممجوج وحشر علي كرتي والمؤتمر الوطني، الشماعة اللي كل الناس عرفوا إنها مجرد فبركات وتخرصات من واحد تعود على الكذب والإفك والافتراء والبهتان. فأنت بتقول انقلبوا عليك، ومقاطع الفيديو صوروها أغبياءك بنفسهم لإدانتك، صورتك أنت ما قبل شروق الشمس لابس كدمولك وشايل بندقيتك في أبواب القصر الجمهوري، كنت ماشي تستلمه قايله زريبة بهايم في نواحي الزرق. وفي نفس التوقيت مقاطع الفيديو جابت مستشارك المريض النفسي يوسف عزت، وهو في ذات التوقيت في مباني الإذاعة والتلفزيون في أم درمان لإذاعة البيان الأول لدولة العطاوة الكبرى. لكن تقديرات ربنا سبحانه وتعالى ولطفه إنه لا أنت استطعت أن تدخل القصر رئيسا، ولا مستشارك استطاع إنه يدخل الإذاعة مذيعا ويشغل الإذاعة لإذاعة بيانكم الأول. الساقط في سقطة الرابعة بيتوجه بخطاب عاطفي درامي مثير للغثيان والإشمئزاز للشعب السوداني، وهو عارف قدر شنو الشعب السوداني أصبح بيكرهه وبيكره ميليشيته ومرتزقته لما أصابهم من فظائع على أيدي هذه الميليشيا القذرة. فما في أسرة في السودان لم تتضرر منهم بالقتل أو بالاغتصاب أو النهب أو السلب أو الترويع والتشريد وتعطيل الحياة في كل البلد وفي كل مفاصل الدولة، تعليم عليه، صحة عليه، مستشفيات عليه، كله. ويجي بعد ده عامل فيها خريج مسرح ودراما، وهو بيحاول يستعطف من نكلت بيهم قواته وأذاقتهم كل صنوف الذل والهوان، ويقول لهم يا شعب يا سوداني لو حسبتوا علينا الشفشافة ديل تكونوا ظلمتونا. طيب نحسبهم على منو يا مليشي؟ ناس كيكل وقجة وجلحة وبرشم وياجوج وماجوج وبقية المرتزقة، ناس حبيب حريكة وشوشو والدعاك وموسى حمدي والفويل ولبدو وبقية مرتزقة تشاد ومالي وأفريقيا الوسطى والنيجر وليبيا والقناص الأثيوبيين اللي تعاقدت معاهم من قبل الحرب، دين نحسبهم على منه يا هطلة. أما خامسة الأكاذيب والسقطات لمسيلمة الكذاب، وأهم سقط له في خطاب المهبب هي نقطة الاتفاق الإطاري وكذب الصراح بلا خجل ولا وجل، وبكل بجاحة بيقول كلام هو ذات نفسه بينفيه، ما يؤكد أنه واحد كذاب وبليد في نفس الوقت، وفاكر أنه الشعب السوداني ده كلهم جهلة زيه كده. الغبي بيقول أنه كان ضد الاتفاق الإطاري وأنه حذر من التوقيع عليه وكان رافضه. نسمعه؟ انتوا كم يا رسالتي للمجتمع الدولي وعلى راسهم الامريكان، الاطاري ده ما كلمناكم، قلنا لكم الاطاري ده بيجيب مشاكل. الاطاري انا تكلمت كلكم كمجتمع دولي، كلكم من فولكر على رباعيه على ثلاثيه على اتحاد افريقي، كلكم مدون الكلام ده عندكم. ليه دمرتوا البلد بالاطاري؟ ما سبب الحرب دي الاطاري، ما في سبب اصلا، سبب الحرب دي الاطاري. طيب ده منو بيقول في عكس كلامك ده يا غبي يا كذاب يا منافق؟ ده منو يا حمدتي؟ أن إحنا الوضع الماشي ده المخرج أمشوا لنا في الاتفاق الإطاري ده المخرج البلد، ما في غيره، ما في غيره. ده خيالك؟ ده قرينك؟ ده الروبوت النسخة الأولى منك فيرجن 1؟ يا أخي إذا ما احترمت نفسك ولا احترمت الشعب السوداني الأواك وعملك زول من ما في، احترم المشاهد اللي بيسمع في غثائك ده من بقية دول العالم، وما تضحك خلق الله عليك. لكن زول أدمن الكذب فلا رجاء منه يرجى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب،
وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وإنت الأربعة عملتهم يا حميدتي. أما سقطتك السادسة يا حميدتي فهي تعرضك للشيخ الوقور المجاهد أحمد عباس، وتعريضك به وبوقفته المشرفة في معركة الكرامة، وهو بيقف رغم عمره وشيبه ورغم ما لاقاه من ذل وهوان في عهدك وعهد قحط من اعتقال وتنكيل، إلا إنه كل ده لم يمنع من إنه ينزل الميدان ويحمل السلاح ويجاهد بنفسه وبماله حماية عن أرضه وعرضه. جاي أنت تعرض به بأنه كباشي وقف معاه في جبل موية. والحمد لله إنك قلت في جبل موية، يعني في الميدان حيث يجاهد المرء، فإما ينتصر للحق وللدين وللوطن، أو تصعد روحه شهيدا فداء للدين وللوطن. والحمد لله إنك لم تقل إنه لاقى كباشي في مكتبه في المجلس السيادي ولا في بيته، بل في ميدان القتال حيثما يجب أن يتواجد الرجال. فطوبى لك يا أحمد عباس، وأنت تنال هذا الشرف الرفيع، ولا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وأحمد عباس خرج ليسلم شرف هذا الشعب بإراقة دمك ودم مرتزقتك الأوباش على سفح جبل موية، وفعل بحمد الله فلله ضره من رجل مجاهد. أما سقطتك السابعة فهي حديثك العنصر البغيض عن قبيلة بعينة تقصدتها أنت وأخوك من قبلك، وهي قبيلة الشايقية اللي حاولتوا تهاجموا مناطقها في أول تحرك ليك من يوم 12، وإنت بتحاول تسيطر على مناطقهم في مروي. وقبلها أخوك الأرعن عبد الرحيم دقلو هدد بدخوله في فيديو شهير قبل تمردكم المشؤوم، لكن كانوا أول ناس قبضوكم وشحنوكم في البكاسي زي البهم. وهنا أنا ما بدافع عن قبيلة الشايقية مطلقا، لكني سأكتفي بمرابيع شعرية للشاعر أحمد المجذوب بتصرف قطع أخضر قال لك فيها: مساكين الشوايقة مع الكلام الكاوي، ما عرفناه قاصد ولا جاي يكاوي، ماله ومال أسامة وكرتي أو مكاوي، طيران ده إلا يفك ليك بركاوي، والزهر اللئيم كل يوم يزيد الفجوة، وشن عند الشوايقة بل البلح والعجوة، ده الجيش سواك للخلق عبرة وحجوة، ما ليك غير البكا والنحيب والنجوى. كانت الدنيا هادية ومخملية ورايقة، وقواتنا المسلحة للملايش سايقة، ظهر لنا الكديس بمفردات غير لايقة، فجأة بدون سبب ينبح شوايقة. وسأكتفي بهذا القدر من خطاب هذا الميليشي الحقير اللي الآن القاصي والداني أصبح يعلم من خطابه المهبب ده بفشل مشروعه وانهزامه واعترافه بغباء إنه تمت هزيمته في جبل موية، وكشفه لوضع قواته الضعيف على الأرض في الميدان، لدرجة إنه بيترجى في الشرد منهم إنهم يعودوا ويبلغوا لوحداتهم ليلقي بما تبقى منهم في المحرقة، ويظل هو مختبئ كما الجرذ في جحره. كل فترة يطلع يغرد عبد الرحيم أخوه بهناك معرد، وعادل دقلو ما معروف وين هايم متشرد، والقوني دقلو يلعب بالقروش يصدر ويورد، وعايزين يرموا بما تبقى من مرتزقة وعربان شتات في حربهم الخاسرة، ويعرضوهم للموت الزؤام بنيران الجيش السوداني البطل، الجيش اللي هزم مشروع دولة العطاوة الكبرى العنصري، وشتت شمل مئات الآلاف من ميليشيا آل دقلو ومرتزقتهم، وجعلهم كالعهن المنفوش بل كعصف مأكول. وبإذن الله ستتم إبادتكم عن بكرة أبيكم بالكامل لتشرق شمس سودان جديد بلا جنجويد. الخزي والعار والهزيمة والدمار لكم ولمن عاونكم ومولكم، رحم الله شهدائنا الأخيار الأبطال، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والحرية للأسرى والمعتقلين في سجونكم ومعتقلاتكم، والنصر للقوات المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.